السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. ولا تصدقوا هيثم كمال في حكاية 40 عام، يعني حكاية تخيلية، يعني تمر الأيام سريعا. فشكرا لصديقي العزيز هيثم كمال على هذه التقدمة الجميلة. صباحات محلات بالنعناع والسكر، صباحات معطرة بالمسك والعنبر. لكل السادة الحضور، أهلا بكم في مصر، مصر العروبة، مصر النيل، مصر الحاضنة للعالم العربي من المحيط إلى الخليج ومن الماء إلى الماء. مصر التي يعتبرها كل عربي محمية إلهية. كيف؟ لا توجد دولة في العالم فيها علامتان للنصر إلا مصر. انظر إلى الخريطة. مصر الجميلة وجهها قمر الزمان، وفرعها في الحسن آية. النيل يرفع إصبعيه علامة للنصر، والدلتا رواية، والبحر أحمر ماؤه رفع العلامة ذاتها فخرا وراية. إن الذي وهب الكنانة مشاعر جميلة من سيادة السفير، يعني هي بلدك طبعا وأنت سعيد بها ونحن سعداء بوجودك. دكتور عبد الحميد، أسعدتنا بالكلام الرائع والجميل، وشكرا لسيادة المستشار محمد شريف على الدعوة الكريمة. مصر الجميلة وجهها قمر الزمان وفرعها في الحسن آية. النيل يرفع إصبعيه علامة للنصر، والدلتا رواية، والبحر أحمر ماؤه رفع العلامة ذاتها فخرا وراية. إن الذي وهب الكنانة عزها أوصى بها الأرضين، فارتسمت خرائطها حماية. الله أكبر كبروا، عاشت بلادي حرة، عاشت بلادي في العلا من بدر حتى اللغة العربية زاد وكنز كبير لا ينضب، ونحن مسؤولون أمام الله اليوم ويوم القيامة عن هذه اللغة التي تتراجع. لماذا تراجعت اللغة؟ أعجبني جدا كلام الدكتور عبد الحميد أنه توقف عند العلم. وطبعا الأدباء والأساتذة في عالم اللغويات ينحازون إلى الأدب وإلى الدراسات الإنسانية، لكن أنا متصور أن التحدي الأكبر الذي يواجه العرب في هذه اللحظة هو التخلف العلمي، وأننا قد تحولنا للأسف الشديد في هذا العصر إلى ما يمكن أن أسميه مستعمرات رقمية. مستعمرات رقمية. لا يستطيع أي مواطن في العالم العربي أن يسير بدون توجيه GPS وإيلون ماسك والشركاء. عندنا تحدي كبير جدا جدا، لابد أن نسارع بتوطين العلم. وأنا ألوم، واسمحوا لي وتقبلوا كلامي بصدر رحب، وأنا ألوم مجامع اللغة العربية. الخطاب لمين؟ نعم، الخطاب لمن؟ للدكتور خالد القاضي. مجامع اللغة العربية. ولنتأمل يا دكتور عبد الحميد كلية دار العلوم، كويس؟
كلية دار العلوم. معناها ايه؟ ما هو المعنى؟ كلية دار العلوم اصلا انشئت لتوطين العلم. لتوطين العلم، انه يعني ترجمة كل مفردات العلوم الحديثة في العالم الى اللغة العربية. مجمع اللغة العربية اصلا دي المهمة الاساسية من ايام محمد عبده، هم بيفكروا في الحكاية دي من قبل. فالمهم نحن امام تحدي كبير جدا فيما يتعلق باستيعاب لغة العصر، العلوم. والتقدم هو الذي سيجعل اللغة العربية لغة متسيدة ولغة نفتخر بها جميعا، وهي التي ستجعل كل علماء العالم يأتون إلى عالمنا العربي لكي يحصلوا على الدرجات العلمية كما كان في العصر العباسي وما إلى ذلك. والعباءة التي يلبسونها عندما يحصلون على درجات الماجستير والدكتوراه هي العباءة العربية، والكاب العلم العربية وهكذا. يعني أختم كلامي لحضراتكم وأوصيكم ونفسي بالتحريض الشديد على أن تنتهك كل المؤسسات في العالم العربي انتهاجا شديدا، يعني بمناهج قوية نحو تحصيل العلوم المختلفة، نحو تشجيع الفيزياء والكيمياء والرياضيات. فاللغة لا خوف عليها إطلاقا طالما القرآن الكريم موجود. يعني لا توجد أي مشكلة، يعني ستظل اللغة العربية موجودة وقوية. التحدي هو نحن الذين سنتحول إلى عبيد إذا لم نتقدم علميا. وأختتم كلامي بهذه الكلمات: تجدد أو تبدل. تجدد أو تبدل، فإن المجد معقود على عقل تمرد. كفى بكي على الأطلال، كيف تكون هيابا وقد أسموك درغاما وأمجد. يفوز الأغبياء إذا استماتوا، ويهزم عبقري لو تردد. تجدد أو تبدل.